هاد 200 درهم اللي كتشوف فيها الا هبطتي لتحت غتلقى فيها واحد السيري، وهاد مول الحانوت اللي قدامك غادي يمشي للبنكه ويبغي يحط فلوس ديالو اللي جمعها من داك الحانوت. وملي كانت ديك ختنا كتحسب في الفلوس اللي جابها هاد مول الحانوت خنزرات في واحد الورقه، وهي تهز عينو في مول الحانوت وقالت ليه تسنى هنا واحد الدقيقه انا جايه. مول الحانوت بانت لي تعطلت عليه السويرشات ديالو قصد الطوموبيل وتحرك، وما زادش بزاف حتى غادي يوقفوا البوليس وغادي يقولوا ليه ملي جبتي ديك 200 درهم. مول الحانوت تصدم وقال لهم انا خدام في الحانوت وديك الفلوس راه جبتها من الحانوت ديالي. ولكن البوليس كانوا عارفين بلي داك السيري مزور وكيقلبوا عليه. القضيه كتبدا من مورا مول الحانوت كيجرت عليه الخدمه، وقرر يجيب واحد الدري صغير من العروبيه ويخدموا معاه باش يعاونوا في البيع ويقابل ليه المحل. هاد الدري اللي كان سميتو الحسن صغير ومازال ما فاهمش الدنيا، وكان مخدمو خونا غير ب100 درهم السيمانه، غير كيخدم وكينعس، هادشي اللي كيعرف يدير. واحد النهار ولات كتجي عنده واحد الدريه كتجي عنده، مره تضحك ليه، مره تبقى داويه معاه، ومره كيطلب منه شي روشار، ومره كتهضر معاه في ميساجات. حيت خونا الحسن كان عنده واحد التليفون صغيور مديباني بيه الوقت، وبشويه هاد خونا الحسين بدا كيطيح في الحب، مره يعطيه 50 درهم مره يعطيه 100 درهم، حتى ولا كيحيد الفلوس من الحانوت ويعطيهم ليه. مني حس بلي الحانوت بدا كيخسر خاف لا يعيق بيه مول الحانوت بلي راه كيهز ليه الفلوس. وهنا خونا الحسن قرر يوقف ديك الطريقه اللي كان كيدير، وهنا ديك ختنا كانت كتضغط عليه باش يبقى يعطيها الفلوس وما يحبش. وهنايا بدا كيفكر كيفاش يدبر على الفلوس. كان ساكن مع مول الحانوت في نفس الدار وعارفو فين كيحط الفلوس. ومن بعد ما تعرف على هاد الدريه هادي قالت ليه بغيتي تخدم معايا واحد الخدمه ساهله، نبقى نعطيك فلوس مزورين غتحطهم لي في المجر وغتشد الفلوس الحقيقيين باش مول المحل ما يشك في والو. الحسن في الاول ما وافقش، ولكن خونا من بعد حيت كان طايح فيها غادي يوافق. وهنايا ولا كيهز فلوس حقيقيين من دوك البلاكار ديال مول الحانوت وكيحط فيه دوك الفلوس مزورين باش يبقاو يبانوا الفلوس كثيره. مول الحانوت ما رادش البال، حيت كيف قلت لكم كان كيرجع يحط دوك الفلوس مزورين باش تبان شويه الفلوس كثيره. حتى لواحد النهار غادي يجي يحسب دوك الفلوس وغادي يلقاهم ناقصين، وهنا شنو غيطيح ليه في بالو؟ هو يمشي يخبيهم في البنك ويتهنى. فاش وصل للبنكه مد الفلوس ديك السيده وحطاتهم في لاماشين اللي كتحسب الفلوس، وهنايا غادي يبانوا ليها شي وريقات مزورين. ختنا مور ما عارفه دوك الفليسات راه مزورين ما غاديش تبين لخونا، غادي تقول لي حاجه وحده تستناني هنا انا جايه. فهاد الوقيته هادي مشات وعيطات للبوليس. مول الحانوت مع خرج من البنكه ديمارا الطوموبيل زاد شويه وما يشدوه البوليس، داوه الكوميساريه وبداو كيحقوا معاه. ولكن خونا كان مصدوم، والحاجه اللي كيقول لهم هما انا راه ما عارفش هادشي، وهاد الفلوس هادو راه جايبهم من المحل ديالي. وفعلا مشاو معاه وقلبوا الدار ديالو مزيان، ما لقاو حتى شي اثار ولا شي ماشين اللي كطبع هاد الفلوس هادو. وفي هاد الوقيته هادي كانت نايضه الحمله ديال بصح على هاد خونا اللي كيزور هاد الوراق. وواحد النهار كان صاحبنا الحسن غادي في موطور وديك ختنا غادي يشدوهم البوليس وغادي يقلبوهم، غادي يلقاو واحد 300 درهم عند ديك ختنانيت. من بعد ما شد البوليس الفلوس غادي يضرب على ديك 200 درهم ويلقى فيها نفس السيري اللي ديكلاراو بها في البنكه. البوليسي غادي يسولها وغادي يقول لها من جاوك هاد الفلوس. ختنا كانت قويبزه مع سولها غادي تقول لهم راه عطاهم ليا الحسن. مشاو شدوا الحسن وبداو كيحقوا معاه، ولكن في الاول كان كينكر وما بغاش يعترف لهم بالحقيقه. من بعد ما ضغطوا عليه مزيان غادي يقر لهم ويقول لهم بلي راه ديك البنت اللي كانت معايا ديك المره راه هي اللي كانت كتجيب لي الفلوس باش نبدلها لمول الحانوت، نحط ليه المزورين ونجد الفلوس الحقيقيين ونعطيهم ليا. البوليس هنا نيشان مشاو شدوا ديك الدريه ومشاو يقلبوا الدار ديالها، وفعلا لقاو آلة ديال الطباعه ديال الفلوس وسط الدار ديالها. وفي الاخير بان كل شيء. خونا الحسن دار هادشي كامل غير على ود كان طيح في ديك ختنا. ومن بعد تحقيقات طويله البنت والدري غيدوزوا قدام القاضي. البنت غادي يعطوها 10 سنين، اما خونا الحسن غادي يعطوه غير عامين، حيت ما كانش هو الفاعل الاساسي في هذه القضيه هذه. الدريه اللي كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديوهات اللي قبل، وما كرهتش تشوفوا اكثر في هذا الفيديو هذا. كان معكم سروقي، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم.